انتي فاكرة انك بتاكلي صح؟ طب ليه جسمك تعبان؟ ليه جعانة؟ ليه الميزان واقف؟ خليني اقولك حاجة مهمة جدا. في اشارات لو جسمك بيعملها يبقى انتي بتاكلي غلط، حتى لو دايت، حتى لو محسوبة جرام جرام. خليكي معايا للاخر عشان اخر علامة لو عندك يبقى لازم توقفي الدايت ده فورا. جسمك مش عدوك ولا بيبوظ الدايت، جسمك بيتكلم بس اغلبنا مش بيسمعه. انتي مش محتاجة دايت قاسي، انتي محتاجة تفهمي جسمك. نيجي بقى للعلامة الأولى، الجوع اللي بيجي فجأة. بتاكلي وتقولي خلاص شبعت، وفجأة بعد ساعة تحسي إنك ممكن تاكلي أي حاجة قدامك. ده مش جوع، ده إنذار إن أكلك مش متوازن. السكر بيعلى فجأة وبعدين بينزل بسرعة، وجسمك بيطلب النجدة. نيجي بقى للعلامة التانية، التعب اللي من غير سبب. صاحية تعبانة ومش قادرة تتحركي، حاسة ان جسمك تعبان جدا. لما الدايت يبقى قليل قوي الجسم بيدخل في وضع البقاء، بيوفر الطاقة وبيقفل الحرق ويسيبك تعبانة. العلامة التالتة، بطنك مش ساكتة، فيها انتفاخ وغازات وإمساك أو حتى إسهال. كل ده مش طبيعي، وده دليل إن أكلك مش مريح جهازك الهضمي. ونيجي بقى للعلامة الرابعة، شعرك بيندهك. الشعر مش بيقع فجأة، الشعر بيستغيث بيكي. لما البروتين أو الفيتامينات بتقل جسمك بيقولك أنا هشيل التغذية من الشعر وركز على القلب والمخ. ونيجي بقى للعلامة الخامسة، العصبية والنكد. مستعدة تعيطي من أقل حاجة، بتتنرفزي، بتحسي نفسك مش طايقة حد. ده مش طبعك، ده نقص أكل ونقص توازن في الأكل. ونيجي بقى للعلامة السادسة، الميزان عنيد. كل يوم تطلع على الميزان وهو مش راضي يتحرك. الميزان هنا مش بيغشك، جسمك اللي بيدافع عن نفسه وبيخزن دهون عشان خايف. ونيجي بقى للعلامة السابعة اللي هي الخطيرة، اشتهاء السكر بجنون. نفسك في شوكولاتة أو حلويات حتى وانتي شبعانة. دي علامة ان جسمك مش واخد اللي محتاجه، فبيطلب أسرع حل اللي هو السكر. لو اكتر من علامة من دول عندك يبقى الدايت ده مش مناسبك. حتى لو نزل وزنك في الاول، نزول وزن مع تعب مش نجاح، ده انذار. الاكل الصح يخليكي شبعانة ونشيطة ونفسيتك احسن، والميزان ينزل بهدوء. الحرمان مش بطولة، والتعب مش تمن التخسيس. وقوليلي في كومنت كام علامة عندك، ولو حابة اعرفك ازاي تعملي دايت يريح جسمك من غير حرمان اعملي لايك وشير واستني الفيديو الجاي. سلام.